اهلا بكم. الزمالك في صدارة الدوري عن استحقاق رغم كل العقبات. لا جديد يذكر، مدرب مصري محترم يتفوق على الجميع. اولا يتفوق على فكرة ان فريق مع سكواد قوي وفلوس واستقرار، ده كلام فاضي قدام الإرادة والرغبة في الفوز. تاني حاجة بيتفوق على فكرة ان في مدرب اجنبي واستقرار فني، بتكلم على مدرب بيراميدز يوريزيتش. كابتن معتمد جمال تفوق على الجميع فنيا وتكتيكيا ونفسيا وعلميا ونظريا. محدش كان مصدق ان الزمالك افضل من بيراميدز النهارده. بس انا عايز اقول حاجه كتير ممكن يختلفوا معايا فيها. الكوره 11 ضد 11 في ملعب 90 دقيقه، بيديرهم مدرب شايف الملعب وعارف هيعمل ايه امتى وهيتصرف ازاي مع كل موقف، ومدي لعيبته الثقه والدوافع. الظروف دي لو اتجمعت الفريق ده هيكسب اي حد ايا كان استقراره او قوته. انا هنا جه في تفكيري قصه بوكا جونيور وريفر بليت في الارجنتين. الزمالك حاليا هو بوكا جونيور مصر في الفتره دي. حتى لو الزمالك ما حققش الدوري وخرج من الكونفدراليه، اللي عمله كابتن معتمد جمال سنه 2026 يستحق التقدير والاشاده. نموذج مشرف للكفاح والتاكيد ان كره القدم اساسها 11 راجل بيلعبوا كوره جماعيه، حتى لو مش هم احسن حاجه في الكوكب، بس حقيقه هم الافضل في الفتره دي. نروح بقى فنيا، ليه الزمالك كسب؟ واحد، رغم ان الزمالك اقل استحواذ بنسبه 32% واقل نقل كوره 178 نقله تقريبا، بس جاله 6 كرات بين الثلاث خشبات باهداف حقيقيه وفرص حقيقيه ضايعه. نتيجه المباراه غير عادله، المفروض تكون 2 3 4 على الاقل. نشوف مع بعض بقى الفرص اللي ضاعت من الزمالك. ادي اول واحده لشحاته من تحول في العارضه، وادي التانية الكره دي من تحول على فكره، بنزيرا تتصد. اتفرج على قطع الكره هنا من شيكو بنزا، فتوح بتتصد، تحول سريع عبد الله السعيد لبنزيرا تتصد، تحول تاني شيكو بنزا لناصر منسي تتصد، بنزيرا مجهود فردي، فتوح يديها له بشوطه تتصد. ده بسبب فني طبعا، مش صدفه. كابتن معتمد جمال درس واستغل ضعف قلبين دفاع بيراميدز، مرعي وسامي، وانهم باقل ضغط بيغلطوا. شوف الهدف اللي جه منه، هدف جه من ضربه جزاء، كوره كانت تقريبا ميته، جري وراها ناصر منسي، غلط فيها سامي، خدها ناصر انفراد بضربه جزاء. ده الهدف. قدام البطء ده انت محتاج سرعه، ومفيش افضل من بنزيرا وشيكوبانزا، واحد يمين والتاني شمال، ومحطه الزمالك الجديده ناصر منسي في النص بينهم. ده اللي حصل، ده اللي كابتن معتمد الجمال عمله. وراهم يجي اللي يبدلهم الكوره او هيروح بنفسه، فتوح او عبد الله السعيد. الزمالك عمل تحولات سريعه جدا اعتمادا على بطء فريق بيراميدز في التغطيه العكسيه، وساعدوا في ده ان محدش بيضغط، خصوصا ان بيراميدز كان بيلعب بمحور ارتكاز واحد، مهند لاشين، وقدامه الكارتي وقطه. الادوارهم الدفاعيه ما كانتش موجوده. الشوط الاول التحولات ما كانتش فعاله، لان فريق نادي الزمالك كان عنده كثافه دفاعيه اكتر، لكن الشوط الثاني بقت الكثافه الهجوميه افضل واكتر، اتحقق منها الهدف. مع بدايه الشوط الثاني خرج لاعب ارتكاز محمد سيد، ونزل مكانه تشيكوبانزا جناح شمال، ودخل فتوح في نص الملعب. التغييره دي غيرت شكل الملعب، نتيجتها كانت 5 هجمات خطر باهداف حقيقيه ضايعه، وده سبب من اسباب تفوق نادي الزمالك فنيا في الملعب. 3، بعد الهدف وتحديدا في الدقيقه 74 تقريبا، رجع الزمالك باتنين ارتكاز تاني. نزل احمد ربيع مكان عبد الله السعيد، بقى احمد ربيع وشحاته في نص الملعب قدام خط دفاع نادي الزمالك، ورجع لو بلوك وقفل الملعب، والماتش خلص بفوز مستحق. الزمالك اول الدوري عن استحقاق، مبروك لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك. ده كان تحليل مباراة اليوم. لو عجبك التحليل رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد ان شاء الله.